يا مساء الخير اخواتي بقى، واحلى على الاحلى. ما تنسوش كده تصلوا كده على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الوقت طلب مني واحد ايس موكا، حاجه كده عظمه. جبنا الخلاط بتاعنا وهننزل بثلاث بولات ايس كريم شوكولاته، وحسب اللي موجود في البيت ممكن نجيب الجالون الايس كريم الصغير خالص، وممكن نشتغل بيه زي ما انتوا شايفيني كده بالظبط. بعد كده هنقوم حاطين معلقه كبيره شويه كده من صوص الشوكولاته. بعد ما حطينا 3 بولات ايس كريم شوكولاته، بعد كده هنجيب برطمان نسكافيه وهناخد منه معلقتين، واكيد البرطمان ده مش هيكون موجود في البيت، فممكن نجيب ظرف من النسكافيه كفايه قوي يعني علشان نعمل واحد ايس موكا عظمه. بعد كده نقوم جايبين اللبن بتاعنا وننزل بنص كوبايه لبن. ليه نص كوبايه؟ علشان حطينا خامات، الحاجات دي بتكتر معانا في الخلاط وهتطلع الطلب مظبوط. وهوريكم دلوقتي القوام بتاع الايس موكا. هنسيبه بقى يتضرب شويه في الخلاط لمده 10 ثواني، وما نكترش عن 10 ثواني او 12 ثانيه علشان ما يحلش كده معانا. تمام. بعد ما ضربنا الايس موكا زي ما انتم شايفين، طبعا القوام بتاعه مظبوط اهو، حاجه كده عظمه قوي. بعد ما ضربناها هنجيب بقى السوسيره بتاعتنا وهننزل بصوص الشوكولاته، نزين الكوبايه كده من فوق يعني من جوه كده من على الجنوب. آه لو كنا ضيوف، لو اضطرينا نعمله في البيت لاولادنا، ينفع للاطفال للكبار. ده بيتعمل في اي كافيه بره ب 60 و70 جنيه، في البيت مش هيكلفنا 20 جنيه، ويمكن كمان ما يعديش ال 15 جنيه. وسهل وبسيط ومش محتاج اي حاجه. زي ما انتم شايفين نازل اهو الايس موكا، القوام بتاعه مظبوطه، ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي، نازل مظبوط وتقيل اهو شويه يعني علشان يدينا طعم الايس موكا بتاع الكافيهات بالظبط، ويمكن احلى كمان. المشروب ده سهل جدا ورائع واقتصادي ومفيد جدا وينفع للاطفال، وبمنتهى السهوله نقدر نعمله في البيت علشان بيطلب مني كتير جدا. انا بحبه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وبس خلاص.